في الفيديو ده هنفعل باقات صندر تمام من خلال كارت الدفع اونلاين بتاع فودافون كاش، وهنوريكم المميزات اللي موجودة جوه الباقات ان شاء الله لما نفعلها دلوقتي. تمام، انا مهندس احمد وكل مطلوب منك انك تصلي على النبي وتركز معايا. هسيب لك لينك تمام في وصف الفيديو في التعليقات. اللينك ده لما تضغط عليه هيفتح لك الويب بتاع صندر. تمام، تعال بقى نضغط على اللينك ده. لو انت مش مسجل على الويب بتاع صندر تمام هيطلب منك تسجيل دخول بايميل الجيميل اللي انت عامل بيه اكونت على صندر. تمام، بعد ما تعمل تسجيل دخول هيطلب منك ان انت تأكد الدخول على الويب بتاعك من خلال الابليكيشن، فانت هتعمل السماح بالتطبيق. هيديك رقم اهوت زي ما انت شايف، بيقول لك روح اضغط على الرقم ده فين؟ في التطبيق اللي انت فاتحه اللي هو تطبيق صندر، فاحنا هنروح نضغط عليه اهوت اللي هو برضه عاوز رقم 98. تمام، تعال نروح على الويب تاني. هيفتح معاك الموقع بالشكل ده. هنيجي نغير اللغة نخليها عربي. تمام، انت بقى قلب في الويب ده براحتك، احنا عشان وقت الفيديو هنخش نشترك في الباقة على طول. هتضغط على الثلاث نقط دول وتعمل الاشتراكات. هيجيب لك الباقتين بتوع صندر. تمام، في خطتين: ان انت تشترك في الباقة بتاعة صندر بشكل سنوي، تدفع مرة واحدة في السنة كل المبلغ وهيخصم لك 10%، وفي ان انت ممكن تشترك بشكل شهري. تمام، احنا هنشترك بشكل شهري، ندفع كل شهر، هنختار شهري. تمام، في عندك بقى باقة سبارك دي ب25 جنيه. الباقة دي بتتيح ليك المميزات دي. هنضغط على عرض الميزات، بيقول لك ان في خدمة اسمها تنبيهات الاسعار، انا كنت شرحتها في فيديو قبل كده، هحط لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو. وفي مقياس التحليلات والرسوم البيانية المتقدمة والقوائم الخاصة. احنا دي مش الباقة اللي احنا هنشترك فيها، احنا هنشترك في الباقة دي بتاع اكسبريس. تمام، اللي هي ب100 جنيه دي. فالباقة دي احنا هنشترك فيها ليه؟ عشان المميزات دي اللي هي الأسعار اللحظية، ودي برضه مهمة. عمق السعر دي أهم حاجة، والتسويق في نفس الجلسة لو انت عاوز تشتري وتبيع الأسهم في نفس الجلسة، وتقارير التحليل الفنية، تقرير صندر اللي بتبعته كل أسبوع، والاكتتابات في رأس المال، وتفاصيل نقاط صندر اللي بتبقى موجودة تحت كل سهم انت دخلت عليه. تمام، فاحنا هنشترك في الباقة دي. هنضغط على أضف إلى السلة. تمام، وبعدين تضغط على الاشتراك. انا عشان كنت دافع قبل كده برضه بكارت دفع اونلاين، فانا هغير البطاقه اللي انا دفعت بيها. تمام، بعد ما اصدرت كارت دفع اونلاين ب150 جنيه مثلا، هاخد البيانات اللي موجوده في كارت الدفع دي ادخلها على الموقع. تمام، هندخل هنا 16 رقم بتوع البطاقه اللي هم في رقم البطاقه دول، خدناهم نسخ من الرساله، هندخلهم لصق. تمام، وهنا السنه والشهر زي ما انت شايف كده ان الفيزا من نوع ماستر كارد، وهندخل السنه والشهر برضه من نفس الرسالة، خدناهم كوبي وهنيجي نحطهم لصق. تمام، وهندخل بقى التلات أرقام اللي هما موجودين في ظهر البطاقة. كده احنا دخلنا كل البيانات اللي هما محتاجينها. لو انت مش عارف ازاي تصدر كارت دفع اونلاين، انا عامل لها فيديو، سايب لك لينك في الفيديو برضه في وصف الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده، وسايبه لك كمان في التعليقات. تمام، هنضغط على تغيير طريقة الدفع. بعد ما تضغط على كلمة اشتراك اللي موجودة أسفل الصفحة، هيظهر معاك الرسالة دي، بيقولك إن أنت أكملت عملية الاشتراك بنجاح. وكمان هيجيلك رسالة على رقم التليفون بتقولك إن تم دفع مبلغ كذا بنجاح لصندر. زي ما احنا اتفقنا كان مبلغ الباقة 100 جنيه. 100 جنيه ساعتها هو دفع 106 جنيه و30 قرش. عشان كده قلتلك اعمل الكارت بتاعك بقيمة أعلى من القيمة اللي هتدفع بيها بحاجة بسيطة. تمام، باقي الفلوس اللي موجودة في الكارت هتفضل زي ما هي في المحفظة، مش هتتأثر. تمام، هنروح بقى دلوقتي نتأكد إن الباقة اتفعلت في صندر. بعد ما تقفل التطبيق وتفتحه تاني، لو دخلت على أي سهم كده مثلا هتلاقي مبقاش فيه هنا إن السعر متأخر 15 دقيقة، والسعر اللي قدامك ده هو السعر اللحظي. بس عشان أنا بسجل الفيديو في وقت البورصة قافلة فيه، فده سعر الإغلاق بتاع آخر جلسة. تمام، لو عملنا كلمة شراء كده هتلاقي كلمة عمق السعر ظهرت معاك هنا اهوت. لما تضغط عليها هيبدأ يجيب لك العروض والطلبات. بس العروض والطلبات دي لما البورصة تبقى شغالة هتلاقي فيه هنا عروض وطلبات كده. وزي ما انت شايف كده كمان انا بسجل فيديو في وقت البورصة مش شغالة فيه، بقالها جلستين او 3 جلسات، فهو جايب لي كل العروض والطلبات صفر كده. فاحنا هنسجل فيديو تاني لما البورصة تكون شغالة فيه، ازاي نقدر نبيع ونشتري بعد ما استخدمنا الباقة، وكل المميزات بتاع الباقة. تمام، في وقت البورصة تكون شغالة فيه. المهم في الفيديو ده انا عرفتك ازاي ان انت تقدر تشترك في الباقة من خلال كارت دفع اونلاين بتاع فودافون كاش. تمام، وكمان عرفتك انواع الباقات الموجودة في صندر واسعارها كمان. تمام،
لو انت بقى استفدت من الفيديو ده ما تنساش ان انت تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو، وتستنى الفيديو الجاي اللي هنشرح فيه الباقة بالتفصيل، بس في وقت تكون البروسيسور فيه شغالة عشان نعرف ازاي نقدر نستفاد من مميزات الباقة دي. تمام. كان معاكم مهندس احمد. سلام.